السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا لما بتكلم على البنات اللي عايزة تاخد شاب بالقلم والمسطرة، أنا مش بعيب عليها، على قد ما بقول يا ناس اختاروا صح، اختاروا من ترضونه دينا وخلقا فزوجوه. ولكن البنات والأهل والله بيهتموا قوي بصورة الشاب، بيهتموا بعتيلي صورته، تشوف صورته لا مش عاجبها. ليه يا بنتي وانت كنت شفتيه؟ لا اصل مفيش قبول. لما انا زهقت من كلمة قبول دي والله مش عارفة انا، مفيش قبول. ايه القبول ده؟ يعني هو انت اول ما هتشوفي صورته هتموتي في غرامه؟ ما هو مش معقولة بتاع القبول ده. المفروض انا اشوف الولد واتكلم معاه واشوف امكانياته ايه واشوف اخلاقه ايه واشوف. ده بيبان من قعدته، بيبان من اسلوبه في الكلام، بيبان من لهجته في الكلام. هيقول لك اهله بيشتغلوا ايه وبيتهم فين وامكانياته ايه ومعاه مؤهلات ايه وبيشتغل ايه. انت هتفهمي اكيد. البنات على فكرة بيفهموا اكتر من الشباب كمان، بس للأسف هم مش بيبصوا لكل ده. بتبص لشكله، لطوله وعرضه، لونه، جسمه. لا تخين، طب نقص منه، ننقصه شوية. لا طويل شوية، لا نقص منه شوية. يا جماعة أنا مش بعمله على إيدي والله، دي خلقة ربنا. خلوا بالكم نفس الشباب برضو بيعملوا كده. لا دي وزنها 90، لا لا دي تخينة قوي، دي وزنها 85. لا خلاص يا عم نشيل منها 5 كيلو. والله الواحدة لما بتتجوز بتتغير، جسمها بيتغير فسيولوجيا، بتتغير. في بقى اللي بتخس وفي اللي بتزيد. دي ممكن انت تبقى واخدها جلد على عظم وتتنفخ نفخة هباب، وممكن التخينة دي اللي انت مستكترها تخس. وبعدين الست ما لازم يا ولاد تبقى طرية؟ لازم. امال ايه الفرق بينها وبين الراجل يعني؟ هو يبقى مخشب وهي طرية، لا مؤاخذة يعني في اللفظ يعني. ده من وجهة نظر ست كبيرة. لازم الست تبقى مختلفة عن الراجل يعني، مش تقولي تخينة ورفيعة وقمحوية. لا ما خدش القمحوية، ما احنا كلنا قمحويين يا اخوي، ما احنا كلنا، ما احنا مش مصريين. وانت عايزة شقرة يعني جاية من، ملوش لزوم الكلام، ملوش لزوم الكلام. السلام عليكم ورحمة الله. تنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك ليصلكم كل جديد.